السلام عليكم. انتهت مباراة الأهلي والجونة. الأهلي فاز 1-0. أداء يعني مش أعلى حاجة، لكن في لمحات جميلة في الأداء النهاردة. هلتمس العذر للإجهاد، كل 72 ساعة مباراة. إيه الجميل في الأداء النهاردة؟ وجود لعيب زي بالعمري، عندك باك شمال من ريحة علولو. وجود بالعمري ووجود بن رمضان، إمام عاشور، أشرف بن شرقي، 4 لعيبه بيلعبوا كوره، بتوع كوره بيعرفوا يمسكوا كوره تحت ضغط، ما بيقلقش، فبتلاقي كوره حلوه في الملعب. طبعا اللعيبه دي لو في احسن حالاتها هتشوف وضع تاني خالص. من ايجابيات النهارده برضو امام عاشور، يعني لعيب مختلف تماما، يعني جوده مش موجوده داخل افريقيا. لازم يفضي دماغه للملعب، بس لعيب بيصنع الفارق، بيتحرك في العمق، بيتحرك على الطرف، بيمسك كوره تحت اي وضع، لعيب عالي جدا. ايجابياتنا النهارده مثلا، اتفرج على بالعمري تعرف ان خسرته الكام ماتش اللي فات اللي ما كانش بيلعبهم. عمل عرضيه النهارده لمروان عثمان اللي حطها في السما دي. يا عم مروان عارفين الجون اللي جابه وسام ابو علي في الفرقه اسمها بتاعت الكونغو دي، مش فاكر، معلول عملها له عرضيه كده بس كانت عاليه، طلع لفوق عملها كده جون. هي الكوره دي بالظبط، بس دي على الارض. ومن اجابات الماتش النهارده محمد علي بن رمضان، بصراحه بقى له ماتشين 3 مستواه في تصاعد مستمر، وهنكسبه لما مستواه يعلى عن كده كمان، لما يجيب مستواه. السلبيات اللي عندنا الضغط العالي، ما بنعملش الضغط العالي كما يجب ان يكون، بنحلق، وده اللي بيعمل علينا ضغط، وده اللي بيخلي الفرق توصل للمناطق الدفاعيه بتاعتنا بكل سهوله، ان انا ما بضغطش من قدام كويس، بحلق. ومن السلبيات النهارده ان انا ما اشوفش لعيب زي عمر سيد معوض على الدكه في ظل غياب تريزيجيه وزيزو والجليادور طاهر. كان لازم اشوف لعيب زي ده على الدكه، لعيب ناشئ بينزل، بيبقى عايز يثبت نفسه، بيعلي لي الريتم، زائد ان هو لعيب جودته عاليه جدا. رجله الشمال جوه الملعب دي بيعمل برجله الشمال الار 2 دي بطريقه جميله جدا. فليه عمر سيد معوض مش معايا النهارده؟ ليه مش معايا على الدكه يعني؟ ما استغلش ماتش زي ليه؟ وانزله في الشوط الثاني مثلا يلعب له ربع ساعه. لازم الراجل الدنماركي بتاعنا تورب ده يشغل دماغه شويه، يستغل كل اوراقه. يعني لازم ادعم باثنين من اللعيبه الصغيرين، بيدوا روح ويدوا جوده ويدوا سرعات ويدوا رتم اعلى للفرقه. اشكركم.